أكبر كذبة في البورصة المصرية إن الناس فاكرة إنها بتشتري أسهم. الحقيقة أنت يا بتشتري شركة قوية يا بتشتري مشكلة لسه مش شايفها. قبل ما تشتري أي سهم لازم تسأل نفسك سؤال واحد بس: الشركة دي بتعمل فلوس من إيه؟ ناس كتير جدا بتشتري سهم لأنه طالع، ولو سألتهم الشركة دي بتنتج إيه أو بتكسب إزاي ما يعرفوش. وده بالظبط الفرق بين مستثمر ومضارب عشوائي. المستثمر الحقيقي مش بيشتري شمعة خضراء، هو بيشتري بيزنس كامل. يعني الشركة بتبيع إيه؟ بتكسب منين؟ قطاعها قوي ولا ضعيف؟ وليها مستقبل ولا مجرد ترند؟ في شركات الناس محتاجة منتجاتها كل يوم، وفي شركات عايشة على الأمل والإشاعة بس. أولاً، الأرباح والديون. قبل ما تبص على السعر بص على الأساس. الأرباح: هل الشركة فعلاً بتكسب ولا الإيرادات شكلها حلو لكن الأرباح بتتبخر؟ في الآخر، قيمة السهم جاية من قدرة الشركة إنها تولد كاش حقيقي. الديون دي نقطة ناس كتير بتطنشها. ممكن شركة شكلها عملاقة لكن غرقانة قروض. اسأل نفسك: هل الأرباح بتكفي الديون ولا الفوايد بتاكل كل حاجة؟ ثانياً، لغة الأرقام أو الزتونة. عشان تعرف السهم لقطة ولا فخ ركز في الثلاث مؤشرات. أولاً، مضاعف الربحية أو PE. بتدفع كام عشان تكسب جنيه؟ تخيل بتشتري محل بيكسب 100,000 جنيه في السنة وصاحبه عايز فيه 1,000,000 جنيه، يبقى كده انت محتاج حوالي 10 سنين عشان ترجع فلوسك من الأرباح. القاعدة: لو أقل من 10 غالباً لقطة، لو فوق 20 السهم غالباً مبالغ في تسعيره. ثانياً، مضاعف القيمة الدفترية أو PB. انت بتشتري أصول قد إيه؟ ده بيقارن سعر السهم بقيمة أصول الشركة الحقيقية زي الأراضي والمصانع والمعدات. لو أقل من 1 انت بتشتري الشركة بأقل من قيمة أصولها. فرصة قوية. لو حوالي 1 سعر عادل، لو فوق 3 غالبا سعر مبالغ فيه. ثالثا، العائد على حقوق المساهمين، كفاءة الإدارة. ده بيقولك الإدارة دي بتعرف تشغل الفلوس ولا لأ. لو فوق 15% إدارة قوية جدا وبتولد أرباح حقيقية. لو أقل من 10% الأداء ضعيف ومش بيستحق المخاطرة. رابعاً، القيمة العادلة والتوقعات. مش بس كده، في حاجة أهم من كل اللي فات: القيمة العادلة للسهم. يعني إيه؟ يعني ببساطة السهم ده فعلياً يستاهل كام؟ مش السعر اللي في السوق، لكن السعر الحقيقي اللي بيعكس أرباحه وأصوله ونموه. السوق ساعات بيكون متفائل زيادة عن اللزوم فيرفع السعر فوق قيمته، أو متشائم فينزله أقل من قيمته الحقيقية. وهنا بتيجي الفرصة أو الفخ. وفي حاجة ناس كتير بتجري وراها: السهم ممكن يوصل لكام؟ المحللين والمؤسسات بيحطوا حاجة اسمها السعر المستهدف. لكن خد بالك، ده مش وعد، ده مجرد توقع مبني على افتراضات. يعني لو الأرباح كملت نمو، ولو القطاع استقر، ولو مفيش أزمات، السهم ممكن يوصل الرقم ده. لكن السوق مش خط مستقيم، السوق بيتحرك بين الخوف والطمع. الخلاصة المهمة: القيمة العادلة مش رقم سحري، دي أداة بتقولك هل أنا بدفع زيادة ولا لأ. وتوقعات السعر مش حقيقة، دي سيناريوهات ممكن تحصل وممكن لأ. في النهاية، المستثمر الحقيقي مش بيسأل السهم هيطلع بكرة كام، هو بيسأل هل الشركة دي تستحق إني أحط فيها فلوسي سنين جاية؟ لأن البورصة مش لعبة توقيت، دي لعبة قيمة وصبر وفهم. المستثمر الذكي مش بيشتري الماضي، هو بيشتري مستقبل الشركة قبل ما السوق يفهمه. وفي النهاية القاعدة بسيطة جدا: مش لازم تلاقي سهم يكسبك، المهم ما تشتريش شركة تخسرك. أنا عم حسن، وده دليل البورصة المصرية.